نمروا لهذا الموضوع ديال الادويه هو ربما تابعتوا البلاغ ديال الديوان الملكي ضد حزب البي جي دي، ثم التفاعل ديال حزب البي جي دي شو رايكم كجمعيه مروان حسن؟ كجمعيه كنظن باللي البلاغ قراءه اوليه على الاقل، ان البلاغ لا يستهدف فقط البيان ديال الامانه العامه لحزب العداله والتنميه، بل انا شخصيا ارى انه بلاغ موجه للمستقبل. يعني المستقبل، يعني هناك امور تطبخ مع الكيان الصهيوني، والتخوفات ديالنا ان البلاغ جاء من اجل اغلاق الحوار واغلاق كل من يمكن ان يناقش ما سياتي مع الكيان الصهيوني. هذا من جهه. من جهه اخرى اظن باللي داخل الجمعيه لا تتوقعوا شي حاجه جايه في المستقبل مع اسرائيل؟ هناك توقعات كبيره. شنو ممكن يكون؟ اتفاقيات عسكريه، وخاص النقاش ما يكونش. هذا هو الهدف، خلق اجماع هكذا ضد كل من يناقش هذه الامور. احنا داخل الجمعيه لا يمكن لنا الا ان نرفض كثير مما جاء في البلاغ، على اعتبار ان النقاش السياسي هو حق. ولما نتحدث على ان دور الاحزاب هو تاطير المواطنين والتعبير على وجهه نظرها في السياسات العامه ديال البلاد ككل، اظن يجب ان يبقى الفضاء مفتوحا للنقاش وللاحزاب ان تعبر على رايها، حتى نستطيع ان نطور البلاد ونستطيع ان نطور العمل السياسي ككل. يجب ان ننسى ان بعض التقارير اللي كتصدر كتكون تقارير مسيسه، راه ماشي تقرير اكاديمي، هذا تقرير مسيس كتحاول الحكومه انها تدوز منه بزاف ديال لي ميساج او تخلق بعض هكا الضباب في بزاف ديال الحوايج. اذا نرجعوا للدواء في المغرب، ونوكازيون نهضروا على الدواء في المغرب كامل باش كومسا المواطنين يفهموا. لان شخصيا كذلك اتصلوا بي مجموعه من الاصدقاء الصيادله من اجل ان اعطي رايي فيما يقع. اذا نبداو بمعطيات حول القطاع ديال الصيدله في المغرب. العدد ديال الصيادله في المغرب، يعني الصيادله هذا 12350 صيدليه في المغرب. 12000 وي. يعني الا جينا نحسبوا كاينه على الاقل نتحدث على 40000 اسره اللي كاينه هذه في الصيادله ديال لوفيسين او الموزعين اللي كيبيعوا الدواء نيشان. ونقطه اخرى كذلك بالنسبه للصيدله في المغرب، وهذا مكسب، لان القانون ديال فاش ولا لو شيناج وداك الشيء، ان الان ممكن ان تجد صيدليه في اي نقطه من المغرب. يمكن ما تلقاش سبيطار، ما تلقى حتى حاجه، ولكن كتلقى فارماسي. هذه ملاحظه مثيره. اذا علاش؟ طبعا لان كاين لو شيناج 300 متر، ما كيلقاش، يكون مضطر انه يمشي بعاد باش يمكن يلقى فين يحل. اذا هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه على ان الدوله المغربيه تتعامل مع الصيدلي بحال مول الحانوت، ماشي كنقطه ديال بيع ديال الادويه ونقطه ديال المجال الصحي. لان بعض التجارب الدوليه الصيدليات عندهم دور كبير جدا، وانا غادي نرجع له. اذا المارشي ديال الدواء ديال المغرب نعطي فيه بعض المعطيات. العدد ديال رقم المعاملات ديال الصيد ديال الدواء في المغرب بالنسبه للقطاع الخاص هو 14 مليار و570 مليون درهم. هذا هو الرقم الكلي، وهو صغير جدا. فيما يتعلق الاستهلاك ديال الادويه ديال المغرب، ديال كم يستهلك المغربي ديال الدواء في السنه؟ 569 درهم، وهو قليل جدا. لان خدينا 569 وقسمنا على 365 يوم، 2 دراهم ما كاملاش في النهار ديال الدواء. فيما يتعلق كذلك بما يصرفه المواطنون على الادويه بشكل عام، تقريبا 23 مليار و840 مليون درهم. المغاربه كاملين شحال كيصرفوا على الدواء؟ 23 مليار و840 مليون درهم، مقارنه مثلا مع مواطن رقم قليل جدا. تونسي. رقم مثلا ناخذوا هذا باش تكون عندنا المقارنه، غادي ندير مقارنه ما بين المغرب، تونس والجزائر وفرنسا وهذا، ولكن غندير مقارنه افيك سكون ابل لو بي بي افيك يعني الباريتي دو بوفوار داشا، يعني بحال عندنا عمله واحده. حنا وتاني في الجزائر وفرنسا وامريكان عندنا عمله واحده باش كتبان لك الفرق. اذا الا كنا تنقولوا ان المغربي كيستهلك 569 وحده او 569 درهم، الا خدينا نفس المعامله ودرناها لتونس، كنلقاو التونسي يستهلك 870 درهم، كنلقاو الجزائري كيستهلك تقريبا القيمه ديال 1220، يعني الدوبل ديال المغرب. واحد في زعما شحال؟ في السنه كنهضروا على سنه استهلاك في سنه. كنلقاو هذا الرقم كيوصل لفرنسا تقريبا اكثر من 4000، اكثر من الى جينا الثمن ديال المغرب تقريبا شي 3 مليون وشي حاجه في السنه. الا مشينا للامريكي كتوصل حتى ل 7 مليون ونص في السنه.
الامريكانيين كيتعاملوا لان الدواء غالي وكاين استهلاك وكاين تغطيه صحيه وكاين بوكو تشوف. اذا هذا الرقم ممكن نقولوا على المغرب من اضعف الدول في الاستهلاك ديال الدواء نظرا للقدره الشرائيه الضعيفه للمواطنين وغلاء وغياب التغطيه الصحيه والغلاء ديال الادويه. لان مثلا في فرنسا ولا في هذا كتعطي لاكارت وكيعطيك الدواء كتخلص لا ديفيرونس، هي اللي كتخلص. وهذا كيأثر على مستوى طبعا العيش. لان مثلا بالنسبه لنفس البواط دو ميديكامون، نفس العلبه ديال الدواء، المغربي كيدير مجهود 40 مره اكثر من الفرنسي باش يلحق نفس العلبه 40 مره. المغربي مع الفرنسي وكيدير 65 مره ايفور اكثر مقارنه مع الانجليزي باش يوصل لنفس العلبه ديال الدواء. الانجليز احسن من فرنسا طبعا. لان بالنسبه للانجليز عندهم لاكسي بزاف ديال الدواء وعندهم كيخلصوا ان فورفي قليل، كاين بوكو تشوف. اذا المغربي فيما يتعلق بالدواء نقولوا على ان الاستهلاك ديالو ضعيف بزاف، شويه ديال لي ديتاي ديال لي طرونش. اذا بالنسبه للادويه اللي الثمن ديالها ما بين 10 دراهم و278 درهم الا ما فيهش التيفيا و298 درهم الا فيه التيفيا، هامش الربح ديال الصيدلي هو 33.90%. هو هامش الربح ديالو 33.90. يعني الدواء ديال 10 دراهم كيربح فيه 3 دراهم و40، والدواء ديال 298 درهم اللي فيه التيفيا وكل شيء كيربح 101 درهم. بالنسبه للطرونش الثانيه اللي الربح ديال الصيدلي 29.7%، بالنسبه للادويه اللي الثمن ديالها ما بين 298 درهم و 994 درهم. اذا الربح ديالو مثلا الدواء ديال 298 درهم كيربح فيه 88 درهم ونص، الدواء ديال 994 درهم كيربح فيه 295 درهم، عاد كتخرج داكشي. هادو الربح ديال الصيدلي فيه متوازن، نقدروا نقولوا على انه متوازن. بالنسبه اللي هضرنا عليهم انا وياك بزاف هما الادويه الغاليه اللي بصح الثمن ديالها مرتفع. مثلا الادويه اللي ما بين 931 درهم و 2099 درهم، شحال تيربح فيه الصيدلي؟ 300 درهم. يعني الدواء ديال 2099 درهم الصيدلي كيربح فيه 300 درهم. علاش؟ هذا هو القانون. لا علاش هادو بعض المرات علاش كيختلف هاد الارباح؟ لا باش يمكن نقولوا لاكسي باش نسهلوا الوصول ديال هذا، وثاني لي لوبي ديال الشركات الكبرى. مثلا الفهم ديال المغاربه تيقولوا ان الدواء ديال 2099 درهم الفارماسيين تيربح فيه 1000 درهم على حساب داك اللي قالنا. الور كل كيربح فيه 300 درهم فقط، و300 درهم خام خصو عاد ينقص منها الضريبه، خصو يخلص منها الضريبه والخدام. دابا باش على الساعد على هذا التشويش نعطي رقم هكا بدون ديتاي. بل نمشيو ابعد من ذلك. الادويه اللي كنهضروا عليها انا وياك ديال 5 المليون وداك الشيء غالي. دابا انت في رايك الدواء اللي كيدير 8 المليون شحال تيربح فيه الفارماسي؟ مشينا بمنطق 57%. غنقولوا هذا راه غيدي مثلا واحد 5 المليون ولا 6 المليون ربح. تيربح 400 درهم. شحال كيدير الدواء؟ كيدير 8 المليون و180 الف ريال. شحال كيدير الصيدلي؟ 400 درهم. 8000 ريال كيربح. من الدواء والباقي شكون داه في الفلوس؟ مصنعين، اللوبي، المافيا اللي كنهضروا عليها. دابا بانت لك كاين لا 57% لا حتى حاجه. دابا الدواء مول 8 المليون الصيدلي كيدي 400 درهم. 400 درهم هادشي لا باعوا، لان الاغلبيه ديال هاد الادويه كيبيعوهم لابوراتوار مباشره، يا اما لي كلينيك يا اما المواطنين. حاله اخرى بحال هذه 400 درهم كاع لا كيوصل ل 5 المليون لا فين ما كيفوت 50000 ريال 2500 درهم. تماش كيولي ربح شنو 400 درهم. اي دواء ب 400 درهم. عنده فيه 400 درهم فيكس الربح ديال الصيدلي. فكرت على الضريبه هذاك مول 7 المليون وذاك مول 7 كيخلص 400 بحال. اذا الادويه الترونش اللي غاليه اللي كنهضروا الدواء اللي غالي اللي خص الدوله دير ان ايفور تهبط، ماشي الفارماسي اللي كيغلي الدواء، اللوبيات اللي كتغلي الدواء، هادشي اللي خص تهضر عليه العداوي. علاش مثلا دواء كيدير 9 المليون تقريبا 9 المليون هنا في دول اخرى كيدير اقل. مثلا هذا الدواء اللي كيدير هنا 9 المليون ياك في الهند كيدير 1340 درهم. هذا الدواء هذا شحال كيدير عزيز؟ 9 المليون في الهند كيدير 1340 درهم. 20000 ريال. ما 1300 درهم تقريبا 26000 ريال يلا في الهند. وهنا كيدير 9 المليون. 9 المليون والصيدلي كيربح 400 درهم. والصيدلي كيربح 400 درهم. لان شكون اللي كيربح الشيء الاخر؟ لان 9 المليون لا حيدتي منها 400 درهم شحال كتبقى لك؟ كتبقى لك تقريبا 8 المليون و198 الف ريال وزيد. تقدروا نسدوا هذا القوسين. لا انا نعطيك مثلا دابا هذا الدواء. لا حيت هذه النقطه جاتني، واش ممكن يكون
يعني مستهدفين، حيت انت دابا هضرتي بزاف في الدواء وي. واصبحت وجها بارز، وربما كتشوش المنتفعين من هذا القطاع طبعا سيرتو المافيات الكبار. واش يقدر يكون زعما الغايه من هذا التقرير هو انت تحتار في الزاويه بصفتك كصيدلي، طبعا انت ضارب اكيد الصرف اكيد. ومدخل فلوس، هذا اللي كيهضر على 5 المليون راه وفارع شحال عندنا تيربح. راسنا وانت هو اللي ضارب لك 57%. هذا هو الهدف، هذا هو جزء من يعزلوك هدف من على الاهداف، هدف من يعزلوا الأهداف. الحوار وما يبقاش هذا النقاش ديال ان المغاربه شي هذو اللي كيهضروا راه براسهم راه هو اللي هما اللي كيدير. واخدين، وراه داك الفارماسيان اللي عندك في راس الدرب راه هو اللي كيدير النص ديالها. يمكن يكون هذا هو الهدف زعما، هدف من الاهداف الاخرى. واخا كمل سي عزيز. اذا انا تنقول لك الدواء اللي الثمن ديالو اكثر من 50,000 ريال، الصيدلي كيربح فيه 400 درهم، والثمن اللي الثمن ديالو 9 مليون ولا كاع غدا ولا خرج عندنا دواء كيدير 15 مليون، الصيدلي غيبقى يربح 400 درهم دائما. اذا اشنو اللي كيوقع في هذه الحاله؟ بما ان ما عندكش انت باش تخلص الدواء وتسنى هذا، الصيدليه ما كيبيعوش. انا كنعرف، نقدر نقول لك 90% 95% ديال الصيادله عمرهم ما شافوا هذه الادويه ديال 5 مليون، عمرهم ما شافوا، ماشي عمرهم ما باعوا. علاش؟ ان اللابوراتوار كيبيعوا مباشره للمواطنين. كيف كيدير يبيعوا؟ كيمشي اللابوراتوار كتخلص تاخذ الدواء خارج القانون، ولا كيبيعوا لي كلينيك نيشان. لا، ومشروع هذه العمليه غير قانونيه، ولكن انا تنقول لك المشكل ان الهامش الربح قليل ولو ريسك كبير، الصيدلي ما كيقدرش يجيبو. مثلا دابا هزيتي طوموبيلتك ودرتي على لي فارماسي د الرباط، غتلقاه بجوج صيدليات فين غادي تلقى هاد الدواء، وخصك تسنى تيجيبوا ليك وعاد. علاش؟ لان الهامش ديال الربح ضعيف بزاف ولو ريسك طالع. انا مثلا صيدلي كومونديت هاد الدواء 9 مليون، جا السيد قال لي واخا جيبو غادي نخلص. في ديك العشيه مات داك السيد وبقات عندي ديك لابواط ديال 9 مليون، اش غندير بها؟ وما بقاش كاع داك المرض في المغرب. لا باقي انا لا غابين الصباح والعشيه. لا غابين الصباح والعشيه. بالنسبه للتقرير كذلك هضر على 57%، ولكن عطى مغالطه اخرى. شنو هي؟ فاش دار مقارنه مع بعض الدول، دار مقارنه مع فرنسا مع البرتغال ومع هذا، ولات كتبان على ان الفارماسيان في المغرب كيربح اكثر من الفارماسيان في فرنسا والبرتغال في العالم. كانوا كلش جالسين في فرنسا، كون جاو عندنا. كذلك في المغالطات اللي جات فاش بقاو كيعطيونا دوك الارقام. عزيز ما نخليكش تكمل، تنطرح واحد السؤال استفزني. واش هادشي انت اللي صوبتي؟ وي. الخدمه ديالك هذه واش كندير؟ ماني ميدير. لا تبارك الله عليك. لا الارقام بهذا هذا واجب. هذا واجب. يعني باش تقدم للناس هذا الشيء ماشي ساهل يعني. لا هذا واجب. قديتي بوحدك هادشي. هذا واجب. راه ربما غير باش ترد على المجلس خديت شويه ديال الوقت، ماشي من اجل انصاف الصيادله لينا بصح، ولاو كيشوفوا فيهم الناس انهم مصاصي دماء، في حين ان الناس انا من بعد غادي نرجع للكومباريزون ديال واخا فرنسا داخله في الثمن ديال الدواء كتعطيه ما يسمى بما ان الصيدلي مضطر يجلس في الصيدليه ديالو وما يخرجش، اذا كاينه لاسترانت ما خصوش يديبلاصا، كتعطيه 60 درهم على كل اوردونونس. كل اوردونونس تاع الطبيب تعطيه 60 درهم. كتعطيه 60 درهم. واش جالس كدير ناعس؟ باش نبقى مقابل المخزن. زائد بادي على باب البسطوس. زائد فاش لان فرنسا معطيين مجموعه ديال لي فاكسان كيديرهم الصيدلي في الصيدليه ديالو. كل فاكسان كيديرو كياخذ عليه 206 درهم. كل فاكسان كيديرو كياخذ عليه 206 درهم. دونك الدعم على صعيد دابا ثلاثه المستويات. هذه فرنسا. ندوزو لبلجيكا. واخا بلجيكا تا هما قالوا لنا عنده لامار 7%، ولات كتبان لنا 7% و57%. على كل بواط كيبيعها صيدلي في بلجيكا الدوله كتعطيه 11 درهم فاصله 20 سنتيم، ما يعادل 11 درهم فاصله. هنا في المغرب ملي كتبيع شي بواط شحال كيدعموك؟ حتى حاجه. درتي شي فاكسان شحال يدعموك؟ حتى حاجه. ممنوع عليك دير الفاكسان في الفارماسي عندنا. كتعطيك على كل اوردونونس كتعطيها في بلجيكا كتصرفها كتعطيك الدوله 16 درهم ونص. عندك واضح. لي زونورير الدوله اللي كتعطيك اللي حاسبه لك في الثمن ديال الدواء، اللي داخله في الثمن ديال الدواء كامل، الربح ديال الصيدلي على كل نهار كتجلس في لا فارماسي، معتبرك انك جالس في لا فارماسي نهار كامل انت، كتعطيك تقريبا ما يعادل 2100 درهم في النهار. علاش؟ لانك جالس في لا فارماسي ما كتمشي لهنا لهنا، خصني نبقى جالس. جاو الناس ما جاوش، ها انا جالس في ما جاونيش الناس ما بعتش، خصني باش نعيش. اذا الدوله البلجيكيه باش تضمن لي هذا العيش كتعطيك 2100 درهم في النهار.
علاش؟ انك جالس في لا فارماسي وتيرون سيرفيس للمواطنين. اذا الا جمعنا هذا الشيء كامل ونجيو للفلوس، غندوزو دابا لاكاس ونشوف شحال تيربح الصيدلي المغربي وشحال تيربح الصيدلي الفرنسي على نفس الدواء. نفس الدواء مثلا باعوا فرنسي وباعوا مغربي. مثلا الدواء مثلا تقريبا نقولوا 40 درهم في المغرب، شحال تيربح فيه الصيدلي ديالنا؟ تيربح فيه 22.8%. هذا الشيء راه 22.8 دائما كنحسبوا على البي اف اش تي، على الثمن ديال المصنع، ماشي هو اللي مكتوب تماك، ماشي اللي مكتوب في الكرتونه، ماشي 40 غادي يربح، لا على هذاك البي اف اش تي، داك لونتيتي الاولى اللي كاينه، باش منها كتجيك الثمن كيكون في الاخر مصاوب، داك الثمن اللي مكتوب تيكون واضح. عنده 22.8 على هذيك السميت. من بعد نقول لك شحال غادي يربح زعما اسبيس على الثمن ديال البي بي في المونتاج ديال البري ديال الثمن ديال فرنسا. الفارماسيان زائد هذاك التعويضات اللي كتعطيه وداك الشيء كيلحق 30.5 درهم. اذا فات الفارماسيان المغربي. البلجيكي كيلحق ل 55.47 درهم. اذا خرجنا من ديك 7 والفارماسيان والمغربي 57، فاش دزنا الحساب لقيناه المغربي 22.8 من الثمن المصنع، البلجيكي عنده 55.47 والفرنسي عنده 30. بمعنى ان الا جينا خدينا هذيك لونتيتي الاولى البي اف اش تي ودخلنا التعويضات اللي كياخذ الصيدلي في بلجيكا، كنلقاو المغربي عنده 57% على هذاك اللي قال المجلس، ولكن ما قالش لك على ان البلجيكي عنده 139% من هذاك الثمن المصنع، وان الفرنسي عنده 76% من هذاك الثمن المصنع. اذا فاش تعطات المعطيات تعطات بشكل مغلوط، لان المشكل اللي كاين هو كيفاش كيتصاوب الثمن ديال الدواء. اذا بالنسبه لنا حنا الدواء ديال 44 فاش كتلحق لهذا 33% تقريبا غادي تجيه الانتيير ديالها شي 13 درهم وشي حاجه اللي عندها هو الربح. صافي دونك دزتي من هذه الهضره كامله، دزتي الانوط الرياليتي صراحه، وكيتخلص على هذا الشيء. اذا هذه المنظومه فاش كنهضروا على الثمن ولا باش تصلح، خصها تصلح في الشموليه ديالها، من اجل اننا نحافظ على الصيدليه ماشي كنقطه بيع، كنقطه ديال الصحه. كيمشي الناس كتعبر البونسيون، كتمشي الناس كتسول، كتعطي كونساي، كتعطي بزاف ديال الحوايج الصيدليه. اذا باش نقدروا نحافظوا عليها خص في الثمن ديال الدواء، الثمن الاجمالي ديال الدواء ناخذوا بعين الاعتبار هذه المكونات كامل، ماشي فقط لا مارج. اما بالنسبه للمارج انا قلت لك الخلاصه ديال هذا ان السبب ديال الغلاء ديال الدواء هما لي ميلتي ناسيونال، هما الشركات الكبرى، هي غياب اراده سياسيه قويه من اجل فرض الثمن ديال الدواء حقيقي.